نقول الحقيقة، كلنا بنعرف نعمل حاجة اسمها تأجيل بضمير. يعني إيه؟ يعني نكون عارفين إن عندنا مهمة بسيطة، مكالمة مهمة، إيميل صغير، كتابة سطر واحد في مذكرة، ونقول 5 دقايق بس، هعملها بعدين. وبعدين دي تبقى زي الكرسي المريح اللي بتسند عليه، بتديك إحساس وهمي بالراحة، بتقول لنفسك لا لا، أنا مش كسلان، أنا بس باخد نفسي، وبعدين هبدأ بتركيز. لكن للأسف البعدين دي هي اللي بتاكل من عمرنا ومن طاقتنا. المشكلة إن المهمة دي مش بتختفي، دي بتفضل واقفة ورا الباب طول الوقت، سامع صوتها. وكل ما بتتأخر كل ما بتكبر وبتصعب أكتر. حاجة بسيطة زي كتابة قائمة المهام بتتحول لجبل، والتأخير بتاع امبارح بيقلل من استمتاعك بالنهاردة. في كلمة قالها أحد الكتاب: الفرق بين الناجح وغير الناجح مش في الموهبة، الفرق في الدلوقتي. أكبر كدبة بنقولها لنفسنا هي لما الظروف تكون مثالية هبدأ. عمر ما الظروف هتكون مثالية، عمر ما هيكون عندك ساعتين فاضيين ورا بعض ومزاجك رايق ومفيش أي دوشة في الدنيا. الحل مش إنك تستنى اللحظة اللي تقدر فيها تعمل الشغل كله بإتقان. الحل إنك تبدأ بأقصر خطوة ممكنة دلوقتي. سطر واحد، مكالمة لمدة دقيقة، مجرد إنك تفتح الملف اللي المفروض تشتغل عليه. الانتصار الحقيقي مش إنك تخلص المهمة كلها، الانتصار إنك تكسر حواجز البعدين. بلاش نديها فرصة تاخد مننا يوم جديد أو تخلينا ننام بالليل وإحنا حاسين بالذنب. ابدأ دلوقتي مهما كان اللي بتعمله صغير، لأن الخطوة الصغيرة اللي بتعملها دلوقتي بتخلق الطاقة اللي هتحتاجها علشان تعمل الخطوة الكبيرة بعدين. خلي اليوم ده هو اليوم اللي بتقرر فيه تقول للبعدين معلش، أنا هبدأ دلوقتي.